the largest, the most perfect, the best preserved and the best illuminated of all the papyri. بردية اتوصفت بأنها الأجمل والأطول والأفضل حفظا، ومن أشهر البرديات اللي موجودة في المتحف البريطاني، وبتورينا ازاي الروح بتتحاسب بعد الموت في العالم الآخر. فيلا نشوف ايه قصة البردية دي. قبل ما نتكلم عن البردية لازم نعرف ازاي البردية تم اكتشافها. كان في عالم اسمه واليس بادج اتولد في 1857، وهو في سن صغير اتنقل للندن وبدأ يهتم باللغات الشرقية وهو عنده 10 سنين، وبعد كده اضطر انه يسيب المدرسة وبدأ انه يشتغل كاتب. وفي وقت فراغه كان بيتعلم العبرية ودرس التوراة والأشورية القديمة واللي كان مهتم بيها جدا عن أي حاجة تانية. وبعدها قدر انه يوصل للمتحف البريطاني عن طريق الكاتدرائية، وفي حد شاف اهتمامه بالأشورية القديمة وقرر انه يساعده إنه يجيب له تبرع عشان يقدر يدخل جامعة كامبريدج، وده صراحة التبرع اللي كلنا نفسنا فيه. وبدأ الدراسة في الجامعة وهو عنده 21 سنة، ودرس اللغات السامية بما فيهم السريانية والعبرية والعربية. وبعد ما اتخرج بقى موظف رسمي في المتحف البريطاني، وتم تعيينه في البداية في قسم الآثار الأشورية والمصرية، وتعود إنه يقضي وقته في المتحف البريطاني وتعرف على عالم المصريات صامويل بيرش، واللي كان أمين القسم الشرقي في المتحف، وساعده في إنه يتعمق في دراسة اللغة المصرية القديمة. وفي 1885 بادج زار مصر والعراق، وطبعا رجع لبريطانيا بمجموعة ضخمة من الآثار، ومن أهمهم بردية اسمها بردية آني. طبعا أنا كنت فاكرة إنه اكتشفها وكده، بس طلع إن البردية تم اكتشافها في الأقصر من الناس اللي بتتاجر في الآثار بشكل غير قانوني، وإن بادج اشتراها منهم وقدر إنه يوديها المتحف البريطاني. ومن بعدها بردية آني من أشهر البرديات المعروضة في المتحف، وقال عنها بادج the largest, the most perfect, the best preserved and the best illuminated of all the papyri، يعني الأطول والأكثر كمالا والأفضل حفظا وأفضل بردية مزينة من بين جميع البرديات. تعالوا بقى نتكلم عن البردية نفسها. البردية كانت لشخص اسمه آني. آني كان كاتب من طيبة. طيبة دي اللي هي الأقصر حاليا، وزي ما قلنا إنه كان كاتب وكان من الأسرة 19، يعني حوالي 1250 سنة قبل الميلاد. أما عن محتوى البردية فهي تعتبر سجل حافل عن معتقدات المصريين القدماء عن العالم الآخر، زي إن فيها مجموعة من الصيغ الدينية السحرية اللي هتحمي الميت وتساعده في رحلته في عالم الموتى، لأنهم كانوا معتقدين إنها رحلة مليانة بالمشقة والمخاطر، زي بوابات بتحرسها وحوش، وده غير إنه هيتحاسب بعد ما يعدي البوابات دي. وهنا هيجي مشهد تاني وهو المحاكمة، ودي من أجمل المشاهد اللي في البردية، واللي فيها هيتسأل الميت حوالي 42 سؤال، زي هل سرقت؟ هل ارتكبت خطيئة؟ هل كذبت؟ وطبعا الميت المفروض قلبه ينكر كل ده، لأن المصريين اعتقدوا إن القلب هو مركز العقل. فتعالوا نشوف تفاصيل المحاكمة. في الأول هنلاقي إن البردية من فوق فيه 12 إله قاعدين، وكل إله اسمه مكتوب فوقيه، زي حرم آخت وأتم وشو وغيرهم. الآلهة دي وظيفتها إنها تصدر الحكم، وبيبلغوا بيه الإله جحوتي، وده هو جحوتي. وبعد كده جحوتي يروح للقاضي الأعلى أوزوريس اللي هو أهم إله عند المصريين وإله الموت، وجحوتي يقول له الحكم. ولما هننزل تحت هنشوف منظر المحكمة بيبدأ بآني ومراته وهم منحنيين، ودي تعتبر تحية احترام للقضاة اللي موجودين. وفي وسط البردية في ميزان ضخم، وهنلاقي إن كفتين الميزان كفة فيها ريشة، ودي ريشة المعبودة معت إلهة العدالة والحق، وفي الكفة التانية القلب بتاع آني، ولازم القلب يكون أخف من الريشة، لأن ده معناه إن القلب مش مليان بالخطايا والذنوب، لأن في أثناء المحاكمة القلب هيجي وهيشهد على صاحبه. أما لو القلب طلع أتقل من الريشة هيكون مصيره العذاب وهياكله الوحش. وطبعا صور واقعة الالتهام أو إن القلب يطلع أتقل من الريشة مش موجودة في البردية، لأن الميت مش هيفول على نفسه، ده غير إن المصري كده كده سالك. وطبعا المصري كان معاه الخلاصة لكل حاجة، كان في تعويذة بيقرأها عشان تمنع القلب من إنه يشهد ضده، والتعويذة دي مكتوبة وهنعرف إيه هي التعويذة كمان شوية. وهنلاقي أنوبس إله التحنيط وحامل مقبرة بيتأكد من إن الميزان مظبوط، وهنا هنلاقي إن كفة الميزان متساوية، وده معناه إن القلب في وزن الريشة، يعني القلب خالي من الشر والسوء. وقصاد أنوبس واقف بعض الآلهة اللي ليهم علاقة بالولادة واللي بيهتموا بالمولود. وهنلاقي طائر ده بيمثل روح الميت اللي بتغادر الجسد مجرد ما الإنسان يموت. هنلاقي على اليمين الإله جحوتي وهو ماسك القلم وورق بردي وقاعد بيسجل اللي بيحصل في المحكمة، وهيعلن قرار المحكمة إما بالبراءة أو الإدانة. ولو أعلن بالبراءة الميت هيروح لأوزوريس، أما لو بالإدانة ففي وحش واقف ورا جحوتي اسمه عموت، راسه راس تمساح وجسمه من قدام شكل النمر ومن الخلف شكله
زي فرس النهر، ومعنى اسمه ملتهم الموتى، فهو اسم على مسمى. فقلب الميت هيستدعى للشهادة، وعشان القلب ما يشهدش ضد الميت، المصري لقى حل إنه يعمل تعويذة يمنع بيها القلب إنه يشهد ضده. نيجي بقى لنص التعويذة، وهنلاقيه مكتوب قصاد آني ومراته. الكاتب آني يقول: يا قلب أمي الذي أعطتني إياه، يا قلب أطواري المختلفة، لا تقف ضدي شاهدا، لا تعارضني في المحكمة، ولا تجعل الميزان يميل ضدي أمام صاحب الميزان. أنت قريني الذي في جسدي، أنت الحامي الذي يحمي أعضائي. تقدم إلى مكان السعادة الذي سوف أهرع إليه، لا تجعل اسمي كريها وسط الحاشية، لا تفتري علي كذبا أمام الإله. وكده الحمد لله آني خد براءة. وهنروح للركن اللي قاعد فيه أوزوريس. هنلاقي أوزوريس قاعد في مقصورة، ووراه واقف زوجته وأخته. زوجته إيزيس وأخته نفتس في الناحية اليمين، وفي زهرة اللوتس اللي هي خارجة من نهر النيل اللي بيجري في العالم الآخر. عليها 4 أبناء لحورس. حورس ده اللي هو ابن إيزيس وأوزوريس، والأربع أبناء اللي بيحموا الأواني اللي بيتحط فيها أحشاء الميت أثناء عملية التحنيط. واسم أولاد حورس هو ميستي اللي بيحمي الكبد، وحابي اللي بيحمي الرئتين، ودواموت إف اللي بيحمي المعدة، وقبح سنو إف اللي بيحمي الأمعاء. وهنلاقي حورس ابن إيزيس وأوزوريس وهو واخد آني من إيده اتجاه عرش أوزوريس سيد الأبدية. وهنلاقي حورس بيتكلم عن آني لأوزوريس وبيقول له إنه بريء وقلبه خالي من الآثام، ولم يجرم ضد أي إله أو إلهة، وإن جحوتي حكمه وموعد شهدت على المحاكمة، وبكده يكون آني دخل جنة أوزوريس الأبدية.